انا مش عايزه اروح لتيتا، مش بحب الفراخ، انا حران. شكوى ولادنا اللي مش بتخلص اكيد بتضغط علينا وبتخلينا نفقد اعصابنا بسهوله. بس الشكوى دي بقى حاجه طبيعيه جدا عند الاطفال، بيستخدموها عشان يعبروا بيها عن مشاعرهم. بس طبعا كترها مش صح ليهم ولا لينا، عشان دايما بتخليهم مركزين على الحاجات الوحشه او السلبيه. طب فازاي بقى ممكن اتعامل مع الشكوى عشان ما تاثرش علينا؟ اول حاجه اعملها اسمع بتركيز، ده بقى بيوصل له رساله ان انا مهتمه بمشاعره وبكلامه، ما تقللوش من مشاعره او تتفهوا منه. تالت حاجه بقى اديهم فرصه يختاروا، ساعات الشكوى بيبقى سببها ان هم حاسين ان هم مش متحكمين في حاجه في حياتهم. فرصه الاختيار دي بقى هتحفز البروبلم سولفينج سكيلز، يعني ان هم يعرفوا يتصرفوا في المواقف الكتيره اللي هيقابلوها في حياتهم. ده بقى يساعدهم ان يفهموا ان الشكوى لوحدها مش هتحل اي حاجه. يعني لو هو مثلا حران او زهقان، هو من دوره انه يلاقي حاجه او يلعب بطريقه يسلي نفسه بيها، مش من دوري ان انا اعمل له اي حاجه فيها. بالذات لو احنا في مكان مثلا في طياره او في حاجه انا مش هعرف اتصرف او اسليه بطريقه معينه. رابع حاجه ساعدوهم يشوفوا بقى الحاجات الايجابيه في الموقف، ده هيعلمهم يبصوا على الايجابيات قبل السلبيات. وممكن بقى نعمل مع بعض جراتيتيود تشالنج. يعني نعمل ايه بقى؟ نعمل لستة بالحاجات اللي احنا ممتنين ليها. يعني ممكن نعمل فكرة بسيطة جدا للامتنان، نحط بورد في الأوضة اسمها جراتيتيود بورد. البورد دي لكل حاجة أنا ممتنة ليها في حياتي حصلت النهاردة، نكتبها كل يوم بالليل نمسحها، وتاني يوم نكتب الحاجة الجديدة اللي أنا ممتنة ليها في آخر اليوم، إيه الحاجات الكتيرة اللي حصلت اللي إحنا ممتنين ليها. فده هيعود الطفل إنه يبص على الإيجابيات بدل السلبيات. لما تتعبوا بقى قوي من الشكوى افتكروا ان دي ممكن تكون الطريقه الوحيده اللي هم يقدروا يعبروا بيها عن نفسهم، ودورنا بقى ان احنا نساعدهم يكتشفوا طرق مختلفه. الفيديو ده كان برعايه سنة.